السلام عليكم متابعيني، شلونكم؟ شخباركم؟ تقبل الله جميع طاعاتكم إن شاء الله. حبايبي اليوم رجعت لكم بفيديو جديد. راح نسوي تبسي بصدور الدجاج، صراحة كلش طيب، وراح نسوي إياها تحلية بسيطة وسهلة والطعم ولا أروع. ولا تنسون حبايبي إذا عجبكم الفيديو خلوا لنا لايك أو تعليق ومشاركة بين الأصدقاء. هنا حبايبي راح نجي نحضر التبسي مالتنا. عندي صدور الدجاج وطماطة وفلفل أخضر وبوتيتا ويا بصل، طبعا مقطعتهم بشكل مكعبات. هنا عندي بالنسبة للتتبيلة خليت ملعقة كوب كل من كاري بهارات مشكلة، وبابريكا، وشوية من الفلفل الأسود، وشوية من الكزبرة، ملعقة ونص من المعجون الطماطة، وملعقة كبيرة من دبس الرمان. وهسه راح نجي نخلي تقريبا ملعقة من الزيت العادي، وآخر شي خليت الملح. راح نخلط المكونات كلش زين بهذا الشكل. طبعا مثل ما تشوفون الصلصة ثخينة، راح نخففها بشوية مي. تقريبا هنا خليت نص كوب من المي، مي عادي من البوري. هنا راح أحركها بهذا الشكل وأخليها فوق الخضروات وصدور الدجاج. أول مرة راح أخلطها بهذا الشكل. وهسه راح أخلي الصلصة بالكامل فوق الخضروات. إذا حبيتوا تكون التبسي مالتكم بيها مي أكثر تقدرون تضيفون كوب من المي فوقها. هسه هنا راح أغلفها. بداية خليت ورق زبدة وبعدين ورق الألمنيوم، وأخليها بالفرن لمدة ساعة كاملة على درجة 180. وهسه راح نجي نحضر التحلية مالتنا. عندي هنا كوبين من الحليب السائل، نزلت فوقاها ملعقتين كبار من النشا، وراح أضيف أيضا 3 ملاعق من السكر. وهنا راح أخلي ظرف واحد من الفانيلا. راح نخلط على البارد كلش زين بهذا الشكل. وهنا عندي نوتيلا، راح استخدم ملعقتين كبار من النوتيلا، ينطي لنا فد لون او شكل او طعم كلش طيب. جربوها وراح تشوفون الطعم شقد طيب. نخلطها بهذا الشكل على البارد، وبعدين نخليها على النار ونخلط باستمرار لحد ما تثخن عندنا. اول ما تبدي تغلي او تثخن عندنا مباشرة نطفيها. شوفوها حبايبي، هنا اول ما بدت تغلي طفيتها، ما نخليها تصير ثخينة القوام. هسه هنا راح اجي اخليها بكاسات بهذا الشكل. دا تشوفون لونها كلش حلو وطعمها كلش طيب. طبعا هنا عندي بسكت خليتها بهذا الشكل. اي بسكت عندكم تقدرون تضيفون، وحتى اذا بدون بسكت هم يصير. بعدين انزل فوقها همينة بهذا الشكل. طعمها كلش طيب وسهل، بدقايق نقدر نحضرها. وهنا آخر شي زينتها بقطعة من البسكت. انتو تقدرون تزينوها بأي شي يعجبكم، مثلا موز، مكسرات، أي شي متوفر عندكم. وهاي كانت سفرتنا اليوم. ألف الحمد لله والشكر على النعمة. ما شاء الله، هاي عندنا الصينية مالت التبسي طلعت تجنن صراحة، طعمها كلش طيب. وهاي شكل الحلا مالتنا. وسويت وياها تمن أبيض وشوية من الشوربة، شورب البيضاء أو شوربة المطاعم. والحمد لله والشكر على النعمة. شوفوا حبايبي هاي شكلها، ما شاء الله تجنن. ولهنا انتهت الفيديو اليوم حبايبي. انتظروني بفيديو جديد وحلو وبسيط، وإن شاء الله أشوفكم بخير ومع ألف سلامة.